السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنكمل اللي كنا بنعمله اخر مرة، اللي هو الفيديو التاني او الحلقة التانية من الكلين كود. كنا وصلنا اخر كده او اخر حاجة عملناها ان احنا قسمنا الكود اللي كان في المين، بس قسمناه على 2 فولدرز. اول حاجة الاب فولدر والبرزنتيشن فولدر. والاب فولدر حطينا فيه او عملنا فايل اللي هو الاب دوت دارت فايل، وجينا في البرزنتيشن عملنا الهوم سكرين. تمام. قلنا هنكمل بقى النهارده وهنعمل اكتر من بوتن هنا، بحيث يعني نزود فانكشناليتيز، ومع الوقت طبعا هنيجي يعني للحاجات التفاصيل كده نتكلم عنها وكده. طبعا يمكن ما قلتش ده المره اللي فاتت، بس زي ما هو واضح طريقه كتابه الكلاسز هي بتبقى بالكابيتال كامل كيس، اول حرف كابيتال من كل كلمه، ومفيش بينهم اي حاجه يعني المفروض. واتفقنا ان هو يبقى بنفس اسم الايه الفايل نيم، بحيث يبقى سهل عليا ان انا اوصل له يعني. برضو الميثودز طريقه كتابتها بتبقى lower كامل كيس. تمام. لو هي برايفت او اي فاريبل، سواء اتريبيوت او فاريبل او بروبرتي، والميثود لو هو برايفت معلش بنحط اول حاجه او اندرسكور في الاول كده، زي برضه هنا الكلاس ده هو برايفت، فعشان كده بنخليه نحط اندرسكور في الاول يعني. تمام. الميثودز تسميتها بس بتختلف، او يعني المفضل ان في الاول احط فاريبل او فيرب فعل يعني في الاول، بحيث ان هي بتدل على فعل. في نفس الوقت برضه لو هو فاريبل ومن نوع بوليان، يفضل ان انا احط كلمة مثلا open locked is okay is not كده يعني، is empty is not empty كده يعني. فدي حاجات او بعض التفاصيل كده في التسمية. طيب، كنا عايزين ان احنا نزود او نعمل فانكشنز تانية، اللي هي هنخلي هنا ده عند البلس، عايز اعمل زيه بقى بس يبقى الماينس. فممكن نيجي هنا كده ونيجي نقول floating action button، هنضيف له رو. تمام. بعد الرو هنضيف واحد زيه بالظبط، وهنعمل بينهم ايه مين اكسس الاينمنت. الكلام ده شرحناه طبعا في الفيديو اللي فات، او اللي هو الفيديو بتاع مش الفيديو اللي فات، الفيديو خاص بالفلاتر ويدجتس، تلاقي بلاي ليست مكتوب فيها او معمول فيها الفروقات بين الويدجتس كده. كنا عاملين فيديو للكولوم والرو. طيب، فالمين اكسس الاينمنت عايزين نقول ان هو سبيس ايفنلي، بحيث يديني مساحات بينهم بشكل مناسب. ايوه كده. هنخلي واحد للانكريمنت، هنخلي واحد للديكريمنت. تمام. هنعمل له طبعا هنا عايزين نعمل حاجه زي دي بالظبط. طبعا هنا بدوس شيفت الت وسهم فوق وسهم تحت عشان انسخ الكود نفسه. طبعا هيديني ايرور ليه؟ عشان في واحده اصلا مكتوبه بنفس الاسم. فنمسح ده كده ونقول له ايه ديكريمنت، نكتب بالعربي ديكريمنت كاونتر. هيجي هنا الورنينج الازرق ده ان انا ما بستخدمهاش، هنيجي نستخدمها دلوقتي اهو. ماشي. هنا هنيجي نغير بس الايكون، نخليها مثلا ريموف او مظبوط ريموف. تمام بس. طيب، المفروض بس هنعدل برضو هنا ان هي تبقى ايه ماينس، وكده خلاص. يعني مجرد ما ادوس كده هيديني بالسالب، هنا ادوس كده هيديني موجب. عايزين نضيف زرار كمان. ماشي. بس هيكون مثلا ايه، هنسميه مثلا 0، او نسميه حتى ريست منهم كلهم يعني. وهنيجي برضو ننسخ ده كده او نعمل له نسخة كمان، ونيجي نقول له ريست كاونتر. ماشي. نستخدمها هنا معلش. تمام. وهنيجي نقول له هنا مثلا ريست، مش عارف ايه، في ايكون اسمها ريست تي في، لا مش عايزين تي في. ماشي، ممكن ناخد ريستارت ده او يعني. تمام اهو. المفروض ده ان هيخلي الكاونتر بيساوي ايه. عايزين نقول له ممكن اقول له كاونتر ايكوال 0، ممكن ماشي تبقى هي ابسط حاجه. ماشي. فكده ده هيزود، ده هينقص، ده هيرست لي للزيرو. لو زودت هنا ورست الزيرو عادي، لو نقصت هنا ورست الزيرو عادي. تمام كده الدنيا شغاله معايا تمام وزي الفل. طيب، دلوقتي انا عندي مثلا هنا
جه بشكل بسيط ولو بشكل بسيط جدا، بس جه تكرار عندي هنا بشكل بسيط. فازاي الغي التكرار ده؟ ممكن اعمل ايه؟ طبعا يعني من اساسات البرمجه اصلا ان انا مكررش. ازاي من اساس البرمجه؟ لان هو اصلا عامل لي فور لوب عشان مكررش. لان انا مثلا الفور لوب ده انا لو انا كررت كود معين في جزء معين، يعني مثلا هنا الجزء ده ورا بعضه، التكرار ده ورا بعضه، فهنا لازم استخدم لوب بغض النظر فور لوب او وايل لوب او كده، بس لازم استخدم لوب. فده كده عشان تكرار في جزء معين. ما بتكلمش طبعا، بتكلم عن مفهوم في البرمجه نفسه، مش شرط هنا بس او في الحاله دي بس. تمام. فلو عندي تكرار معين في جزء معين بستخدم فور لوب. طب لو عندي تكرار بس في اكتر من مكان، يعني مثلا الفلوتنج اكشن بوتن ده متكرر معايا مثلا في اكتر من مكان، في اكتر من صفحه او في نفس الصفحه بس في اكتر من مكان مش ورا بعض، يعني مختصر مش ورا بعض زي كده، فلا الافضل ان انا اعمل فانكشن او طبعا كلاس على حسب. تمام. فدي بوينت مهمه جدا لازم اخد بالي منها. طيب هكرر هنا ازاي؟ هعمل هنا على طول فور لوب، هقول له انتجر الاي ايكوال 0، الاي اقل من مثلا هو 3 وهاجي هنا اقول له بلس بلس الاي. تمام. هلاقي انه كررها لي بتاع 6 مرات. تمام. ده هيكرر لي 3 او ممكن يكون طلع بره هنا بس مش باين. طيب خليني بقى ايه، طبعا دلوقتي هاجي بقى ابص ايه اللي ثابت عندي وايه اللي متغير. بقى لما بعمل فانكشن او بعمل فور لوب ببص ايه ايه الثابت عندي والمتغير، فلاقي ان الثابت عندي هو ده، بس المتغير اللي هي البارامترز دي اللي انا ببعتها. تمام. فممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل هنا ليست كده. تمام. نعملها كده. طيب البارامترز هنعمل ليست بحيث يبقى كل واحدة في ليست معين. هنيجي هنا نقول مثلا عندي اول حاجة عندي اللي هو السترينج ده اللي هو الانكريمنت. طبعا هتبقى الليست اللي جوه تبقى دايناميك لان عندي string وعندي دايناميك وعندي بتاع ده، عندي function. تمام. اخيرا عندي طبعا ايه الايكون دي. الايكون دي ثابته بس الايكون دي اللي بتتغير، فخلينا نثبت دي ونغير دي بس. هي الايكون ده تاني. طيب هلاقي هنا مديني رونج ليه؟ بيقول لي the private final could be لا سيبك من دي، the instance member can't be accessed. هنا ما اقدرش اكسسه ليه؟ لان انا جوه، فلازم اخلي دول ايه ستاتيك. فهنضيف هنا بس ونجيب دي كمان وهنا دي كمان ونعمل دي ستاتيك. هلاقي ان هو زعل عشان نسيت السيت، فكده ما اقدرش ان انا اخلي دول ستاتيك، فدي كده ايه مشكله عندي. مش مشكله. تمام. ممكن نعملها بطريقه تانية. ممكن ان انا اوحد بدل ما انا بكرر برضو الفانكشنز دي واكرر سيت السيت، ممكن اعمل فانكشن واحده بس. تمام. ووحد بس الاشاره. فهنيجي نقول مثلا الاشاره دي هي بلس. خلاص. تمام. نشيل بس دي كده. طيب بس عايزين بقى ناخد ده كده من هنا ونضيفه هنا كده، وهنضيف اول حاجه الليست. تمام. نحاول اعمل ده بسرعه. خلاص هنشيل ده ريست، هنخلي مثلا ان هي ب0. تمام. واخر حاجه اللي هي الايكون دي هناخدها او الايكون داتا. طيب اخيرا هنضيف بقى ده اللي هو الديكريمنت. نضيف ده هنشيله خلاص من هنا ونحط مكانه ماينس. طبعا اي اشاره مش لازم ماينس، بس يعني الماينس هي المعبره اكتر فهنضيفها. فهنيجي هنا اخيرا نضيف ده. طيب ممكن ده نخليه كده ايه فاينل خلاص. ممكن بقى اشيل دول كده. طيب هنا هبعت ايه بقى؟ هنا ده زعلان مديني ايرور انه مش ببعت له حاجات. طيب هبعت ايه؟ اقول له هنا parameters ماشي اوف الاي دوت او اوف ايه 0 مثلا. هنا هاخد ده كوبي بس على طول. وهنا عايز بقى اعمل فانكشن تانية هنا بس هنجيلها دلوقتي. وهنا نقول له برضو اوف ايه 2. تمام. هيجي يقول لي ان ده كونست، هنشيل الكونست. ايوه بس. طيب عايزين بقى ده كده ملهمش استخدام فهنشيلهم من هنا وهنعمل void هنسميها change counter مثلا، وهتكون طبعا بتقبل string parameter. تمام. وهنديلها ايه السترينج بتاعنا اللي هو مثلا يكون sign. طيب هنيجي نعمل هنا switch case. switch ولا if؟ ايه اللي هيفرق؟
بان بسأل على حاجة معينة او تايب معين، فمفيش داعي ان انا استخدم اف. يعني الاف هقعد اقول الحاجة دي او الساين دي ايكوال ايكوال، الساين دي ايكوال ايكوال، فهنا هتختصر معايا الايكوال ايكوال شوية، فالافضل ان انا استخدم ايه سويتش. برضه هنجيلها في استخدامات تانية يعني ان شاء الله. طيب هنا اقول لو هو بلس، خلاص يبقى انا كده ايه هعمل set state، او خليني مثلا اقول ان انا هعمل الكاونتر بلس بلس. تمام كده. طيب هنا الكاونتر مش بس عشان هو برايفت. تمام، مفيش داعي للبريك. هاجي اقول له كيس التانية، الكيس اللي عندي التانية ان هو بزيرو، وهاجي اقول له الكاونتر ماينس ماينس. تمام. الكيس التالتة ان انا عندي نيجاتيف. تمام، اقول له ايه الكاونتر ايكوال زيرو. تمام. الديفولت كده ممكن مبقاش محتاجه خلاص. طيب طبعا مديني ايرور، هبعت له بقى هنا ايه اللي هو change counter، وابعت له اللي هو البارامتر اللي كنت واخده كوبي، بس هنا هتبقى ايه واحد. تمام تمام. طيب بعد الكيس دي عايزين هنا نعمل ايه set state دي كده. طيب لو جيت هنا قلت كده لازم يعني ماشي. طيب كده تمام ماشي. اجي هنا رست معايا سالب، هيسالب هنا مظبوط كده اشتغلت. تمام تمام كده مية مية. طيب كده اختصرنا 3 سطور، فخلينا في سطر واحد. طيب برضو هتقول لي انا وفرتها هنا بس هنا عشان ايه الموضوع دايناميك اكتر. المفروض الداتا دي مش تبقى موجوده هنا، بس يعني ايه هنا مؤقته. طيب السيت ستيت دي ليه بره، ليه مش جوه، او ليه الحاجات دي مش جواها؟ لان انا كده كده السيت ستيت دي بتعمل تريجر او بتعمل كول للبيلد ان هي تعمل ريبيلد تاني، فمفيش داعي ان انا ايه اخليها جوه الحاجات دي عادي. يعني طالما انا بعمل لها كول خلاص مش مشكله، التغير اللي حصل هنا هيظهر يعني على الشاشه. طيب بعد كده المفروض ان انا بختصر اكتر برضو في الكود. فبعمل ده ازاي؟ هلاقي مثلا عندي هنا الثيم. تمام، الثيم اللي عندي ده سواء في الاب بار او في اي ثيم تاني او في التكست هنا وكل ده، المفروض انا مكانه مش هنا، اقدر اعمل له فايل تاني يبقى المكان ده فيه. فهعمل ايه؟ هفتح هنا الفايلز، وهنيجي هنا كده جوه البرزنتيشن هعمل فولدر هنسميه ريسورسز، انا كاتبها ايوه ريسورسز كده ماشي. وهنعمل جوه الريسورسز ده هنعمل فايل هنسميه مثلا هنسميه مثلا اب ثيم. تمام دوت دارت، وهنعمل هنا كلاس اسمه اب. تمام اب ثيم. تمام. هنيجي هنا نعمل ثيم داتا، خلي طبعا ستاتيك، خلي ثيم داتا تايب، هعمل لها ماشي. هنعمل هنا كول او نقول جيت لايت ثيم مثلا، وليكن ده لايت ثيم بتاعنا. عايز بس اعمل امبورت للماتيريال. ايوه طيب هنيجي هنا نقول ريتيرن الثيم داتا. طبعا دي رونج عشان انا مش مثلا بنقول ريتيرن الثيم داتا. تمام كده. هاجي بعمل ايه؟ هاجي اخد مثلا هنا في الاب بار ده هو واخد باك جراوند كلر اللي هو الانفيرس برايمري، فهاجي هنا اشيل ده كده من هنا خالص. اقدر بقى اتحكم دلوقتي في الباك جراوند كلر بتاع الاب بار من حته ثانيه خلاص، اللي هو من هنا. هاجي اقول له اب بار ماشي، اديله بقى الاب بار ثيم، وليكن مثلا هاجي اقول له الباك جراوند كلر خلينا مثلا نغيره او خلينا نخليه زي ما هو الكلر. هحاول اجيبه زي ما مش فاكره بالظبط، بيربل مثلا ديسنت هيبقى هو مثلا ماشي. حلو. ايوه ما اتغيرش ليه بقى يوسف؟ تضحك علينا؟ لا ما بضحكش ما بضحكش على حاجه. كل الفكره ان انا لسه اصلا ما اديتش الثيم ده للاب، هو دلوقتي الثيم ده عايم في الهواء في اللا شيء حرفيا. فازاي بقى ان انا هعرفه للاب؟ هروح للاب هنا طبعا، وهاجي اقول له ثيم. الثيم ده اللي هو اللايت ثيم، لان في بروبرتي تانية اسمها دارك ثيم، فده الدارك، انما احنا هنا شغالين على اللايت فخلاص. هاجي هنا اقول له الاب ثيم. تمام، واقول له دوت جيت لايت ثيم. تمام، هنشيل بس الكونست اللي هنا وخلاص كده غير معايا واطبق الثيم بتاعي. لو انا جيت هنا وقلت له مثلا بلو، هلاقي ان هو ايه هيقلب بلو معايا، مفيش مشاكل.
فهو كده بيتغير على حسب بقى ايه اللي انا بغيره. الاب بار اللي هنا بيتغير، الاب بار اللي هنا اهو بيتغير على حسب الثيم اللي انا عامله هنا للاب بار. طب مثلا انا عايز اغير في السكافولد، هاجي اقول له هنا مثلا سكافولد باك جراوند كلر، اقدر اغير برضو كلر السكافولد من هنا. هيبقى اي سكافولد عندي في الاب هيتغير لونه كده على طول. تمام، طبعا اللون يعني فاقع قوي فما بستخدموش. طيب برضو من الحاجات اللي انا يعني بحب اهتم بيها قوي الامبورتس، بحب تكون هي سورتد وبحب تكون مختصره. ففي اكستنشن كده لو رحنا هنا، في اكستنشن هنا اسمها دارت امبورت، ايوه هي دي. تمام، اللي بنحملها طبعا بستعمل بيها او بعمل بيها ايه بالظبط. باجي هنا ادوس عندنا F1 او ممكن ادوس كنترول شيفت بي، الاثنين هيفتح لي يعني الكوماند برومبت ده. باجي ادوس او بكتب هنا مثلا فيكس امبورتس، هلاقي ان هو رتبها لي او عمل لها يعني اختصارها كده. ولو دوست تاني المفروض ان هو بيخليها سورتد، ايوه بيرتبهم كده بالترتيب ايه ابجدي. فده انا بفضله. طبعا ممكن يعني اخلي ده في الاخر خالص، اجي هنا في الاخر خالص اقول له فيكس اول امبورتس، فهو يعدي على كل الملفات ويرتبهم كلهم مره واحده، يعني بدل ما اقعد انا ارتب بنفسه كده. تمام تمام، نقفل المين. طيب ماشي، فكده غيرنا الاب او شلنا الباك جراوند كلر بتاع الاب او الاب بار. هاجي برضه ممكن هنا في التكست ثيم اعدل بقى. انا مثلا الهيدلاين ميديوم ده انا مش عاجبني، فعايز اعدل فيه بقى اكتر او افصل فيه، لانه هنا بيستخدم طبعا الديفولت، يعني الحاجات دي هو كده ديفولت مش معدل فيها. انا مثلا عايز اخليها كاستمايز اكثر، كاستمايز اكتر، فهاجي اقول له تكست ثيم، واقول له تكست ثيم تاني، ومثلا هنا هو مستخدم الهيدلاين ميديوم، فهاجي هنا الهيدلاين ميديوم وهقول له تكست ستايل، واديله مثلا ايه وليكن عايزين نقول مثلا الكالر او الكالر بتاعه مثلا نقول له كالرز دوت وليكن جراي مثلا او جرين. اللون مش هيبقى حلو بس تمام، هلاقي غير معايا الجرين. طب عايز مثلا نزود الفونت سايز، فهلاقي ان انا اقدر ازود الفونت سايز، اخليه مثلا 22 بقى اصغر، خليه مثلا 40 عشان يبقى اكبر. فاقدر اتحكم بقى ايه في الثيم عندي من هنا. فده هيفيدني ان انا خلاص كده ايه اقدر بقى اقلل الثيم اللي هنا، اشيله واخليه ايه وانقله في ملف لوحده كده، بحيث هنا اخلي اليو اي ابسط حاجه ممكنه واقل حاجه ممكنه. تمام. بس كده انا بصراحه مش شايف حاجات او حاجات كتير الواحد يتكلم فيها هنا في الابلكيشن ده. فان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله هنخش هنعمل ابلكيشن آلة حاسبة كده او كالكوليتور يعني. تمام، هتبقى بشكل بسيط وفي نفس الوقت نقدر ان احنا نطلع فيها كود احسن او يعني نخش في تفاصيل اكتر وكده. تمام، برضو خلينا ننبه برضو على حاجة بسيطة، اللي هو الاكستنشن اللي انا بستعملها او بتفيدني في الكلين كود غير الدارت امبورت، في اللي هي البريتير. طبعا البريتير هو كود فورماتر انا بستخدمه، بيظبط لي الكود طبعا. لان انا دلوقتي مثلا وليكن انا هنا مثلا خلينا نقول انا مثلا عملت هنا شويه سبيسز، هنا برضو سبيس كده مثلا ده نزلته مثلا سطر لتحت كده ولا حاجه، في سبيسز وفي فراغات وفي حاجات مش مرتبه. فمجرد ما انا طبعا عامله ان هو فورمات اول ما بدوس سيف، فمجرد ما بدوس كنترول اس بيرتب لي الدنيا وبيعمل فورمات وكل حاجه. طبعا عامل ان هو يعمل هوت ريلود برضو لما بعمل كنترول اس. برضو هوريكم الحاجه دي يعني ان شاء الله في الفيديو الجاي. طيب غير البريتير برضو في اللي هو الكود سبيلر او السبيل تشيكر سبيل تشيكر بتاع الكلمات. عشان انا طبعا الواحد ساعات يعني برضو لو الانجليزي مش قد كده او ممكن الواحد يغلط في كلمه يغلط في حرف بتاع، فمش هتبين معاه الا لما ايه الواحد يدقق قوي، فممكن تفصيله بسيطه تتغير، مثلا بدل ما دي او دي ايه. ولو مفيش طبعا وورنينج كده او بتاع زي كده، فالواحد هيقعد يدور بقى ويشوف ويحاول يشوف هي فين وبتاع. ان انا لو غيرت دي كده هنا ايه واستعملتها كده خلاص، لولا ان انا عامل اللي هي طبعا السبيل تشيكر دي هي اللي بتديني الشكل ده. او طبعا ممكن تديني وورنينج كامل، بس انا مخليها كده بشكل بسيط عشان مرخمش عليا يعني، او اعرف ان ده للسبيل تشيكر مش وورنينج تاني يعني. فلولا ان هي كده كان ممكن الواحد يكمل كده عادي، وممكن بعد كده يكتبها في مكان تاني بالطريقه الصح، فما يطلع ايرور واقعد الف حوالين نفسي وادوخ ومش عارف ايه، يطلع في الاخر ايه ان هو حرف مش
طيب عايز بقى اعدلها بعمل ايه؟ بدوس كنترول زين، الاقي ان هو بيديني سجشنز كده عايز تعملها ايه. فطالما السجشن مش موجوده بالظبط طيب نكتبها احنا طالما احنا عارفينها هنا كده. بس اغيرها طبعا هنا كده عشان يروح الايرور بس. تمام. بس كده يكون الفيديو النهارده يكون مثلا صغير شويه مفيهوش تفاصيل كتير، بس يعني ان شاء الله الفيديوهات الجايه تبقى تقيله اكتر وكده وفيها تفاصيل اكتر. متنسوش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو في عندك اي سؤال اكتبه في الكومنتس يعني وكده. والسلام عليكم.